ألعب عادي. بعد فترة طبعا أنا بديتها من أولى متوسط، كنت أشرب بطريقة غير طبيعية، إلى أولى ثانوي كنت أشرب وبغير علم أهلي. فبيوم من الأيام طحت بالمدرسة، رحت المستشفى، سووا تحاليل ومدري إيش، سووا لي غسيل معدة. يعني مدري، تدهورت حالتي مرة، نقصت 4 كيلو في أسبوع. طيب، وسووا لي التحاليل، طلع عندي فشل كلوي بسبب الكودرد. بس الحمد لله يعني كان المراحل الأولى ما تدهورت حالتي مرة، بس يعني الحمد لله أسوي 4 غسلات في الشهر. الموضوع جدا صعب. أنا يعني معرضة للعقم بنسبة كبيرة، بنسبة 99%، لأني أنا معرضة للعقم. فرجاء من أي بنت تسمع هذه الرسالة مني تنشره، عسى أنه تخرج بنت من هذه الأزمة، من هذه المصيبة الكبيرة، الكودرد. رجاء ابعدوا عنه نهائيا، وعسى يعني عسى من جد من كل قلب أن ما يصيبكم مكروه ولا يصير لكم الصار لي، ويعطيكم ألف عافية. مع السلامة.